السلام عليكم ورحمة الله أحبتي وأصدقائي، أهلا ومرحبا بكم ودرس جديد، وهو التخلص من المتطفلين بإرسال الرسائل وطلبات الصداقة. وياكم أخوكم كنت ولا زلت. إن شاء الله يا ربي هذا الدرس ينال إعجابكم وتستفادوا من عنده. أول شيء راح يكون تليفونك بهاي الصيغة، الصورة اللي راح تطلع هسه تليفونك مثلا أنت بالجروب راح تطلع بهذا الصيغة. أول شيء سويه تروح على هذا الاختيار، هذا الاختيار الموجود، تضغط عليه، راح تطلع لك القائمة الرئيسية مالتك، الفيس مالتك، الصفحة الرئيسية. تنزل لي جوا، تطلع لك هذه القوائم اللي هي هاي. تنزل على اعدادات الحساب، تضغط عليه، راح تطلع لك هذه القوائم. تجي على الخصوصية، تضغط عليها، هنا راح يطلع لك هاي الخيار الأول، من يستطيع إرسال الطلبات إليك. هنا راح يطلع لك اختيارين، العامة وأصدقاء الأصدقاء، تختار أصدقاء الأصدقاء فقط. وهذا الاختيار الثاني وهو رسائل من ترغب بتصفيتها. هنا راح يطلع لك ترشيح خيارين، راح يطلع لك خيارين. أول شيء ترشيح أساسي وترشيح دقيق، تخليه على ترشيح دقيق وينتهي الموضوع. بعد ما حد يقدر يرسل أي رسالة إلك إذا كان ما مو ويا أصدقائك. هنا بهذا الحالة راح تخلص من المتطفلين. أنت عادي أي واحد تقدر تدز له رسالة، بس ما حد يقدر يدز لك رسالة. أي شخص تدز له رسالة يقدر يجاوبك، بس هو ما يقدر يدز لك رسالة، وراح تخلص من هاي المشكلة. كان معكم أخوكم كنت ولا زلت. إن شاء الله يا رب يكون الدرس بسيط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.